السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله. ان شاء الله راكم تصوموا بخير، الله يتقبل منا ومنكم يا ربي صالح الاعمال، الصيام والقيام. هذا اليوم جبت لكم شباكيه بنينه معطره معلكه. شنقول لكم خاصكم تجربوها، وهي درتها تحت طلب انسانه عزيزه عليا، تطرفيق ربي يحفظها ويخليها لنا. لا غالب ما راكيش حدايا وكراني كيما هكاك درتها وجبتها لك، نعطيك الطريقه ونجيبها لك تذوقيها. المهم ما غاديش نطول عليكم، شوفوا كيفاش تجي دايره، تجي تذوب في الفم البنه ما نحكي لكمش. المهم انا نهضراكم عارفين نبغي نهضر بزاف، المهم ما غادي نعطيكم الطريقه وتشوفوا كاين غير واحد التفاصيل خصنا نتبعوهم باش تخرج لكم باذن الله. هنا المكونات: ندو كيلو فرينه مغربله نغربلوها، ونديروا شويه ملح، واحد المغرف صغيره هكا، مغرف كبيره نافع كتشوفوا مطحونه، ونغربلوها كلشي غادي نغربلوه باش ما تتقطع لناش العجينه. صفوها بصفايه ولا، ونزيدوا مغرف كبيره تاع قرفه مطحونه ثاني نغربلوها، وغادي ندي هنايا عندنا 120 غرام تاع لوز مرحي بقشوره ولا ابيض، انا ما كانش عندي درت ابيض، وعندنا 120 غرام تاع جلجلان تاني محمص، انا كان عندي هذاك الجلجلان الابيض كاع، هذا زعما راه محمص هنايا، وتطحنيهم مليح مليح مليح. الا ما عندكش اللوز تقدري تستغني عليه ويجي شباب، تكملي كلشي الكميه جلجلان، بمعنى ديري 240 غرام جلجلان. عندي هنا 180 مليلتر تاع زبده ندوبوها مليح بغنوازات حتى تروح لها كاع داك الحليب تاعها، ونزيدو نفس الكميه تاع الزيت 180. انا هنا نقصت شويه الزيت باش ما تجينيش مفته بزاف، كاين اللي يبغيها مفته، الا تبغيها مفته بزاف تكملي ديري نفس الكميه 180 غرام. انا نبغيها شويه مقرمشه تكون تذوب في الفم او ميم طون مقرمشه، درت 100 واحد 140 هكذا مليلتر تاع زيت مع 180 مليلتر تاع زبده دايبه، ونبدا هنايا نحك فيها، ندخل مليح 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 الزبده كشغل نبسوها مليح مليح كما راكم تشوفوا. هنا غادي نخلوها تبات باسكو كي تبات تجي شابه، الا ما عندكش الوقت غادي ديريها غير هي نتيجه تجي احسن من ديريها تبات وتنقصي على روحك الخدمه كشغل تقسمي الخدمه. في الصباح هنا درت 250 مليلتر تاع مازهر مع 90 مليلتر تاع خل وشويه كولورون صفر، ونديروهم يغلو تقريبا يغلو قربوا يوصلوا درجه الغليان. دوك من بعد نقول لكم علاش. هنايا هذه العجينه تاعنا اللي بسناها البارح غادي ندير فيها مسكه الحره، هذه لا كنت تشوف فيها درت واحد 5 حبيبات صغار دقيتهم مع شويه سكر باش ترطب. نزيدو مغرف على راس المغرف تاع خميره الخبز كما راكم تشوفوا، ومغرف صغيره تاع خميره الحلويات، وواحده صفار بيض. نديرو غير صفار البيض باسكو الا درنا الابيض يدير ديك الرغوه كي تكونوا تقلوا. تقدروا تستغنوا على صفار البيض بصح هو يديرها معلكه، يخلي العجينه معلكه. ها هو الخليط تاعنا اللي درناه. الا خصنا غادي نزيدوا شويه مازهر نحموه ونزيدوا نرونوا به على حساب الفرينه كي تشرب. نبدو نعجنوا ونشوفوا كما راكم تشوفوا هنايا تعجني وتشوفي، ما تكونش العجينه طريه بزاف غادي ترتاح تزيد تطلق روحها، وان بليس كي تكون طريه غادي تغبنكم في راكم تشوفوا هنا زدت درت فيه شويه كولورون وزدت. اللي ما عندهاش كولورون دير شويه كركم، غير شويه كركم كما راكم تشوفوا. ونبدا نعجن. ما علاش درنا هذاك الخل والمازهر حميناهم؟ شوفي الشباكيه معروفه بالدليك حتى يطيحوا الكتاف، تدلكي حتى كتافك يديروا، بصح هذه الطريقه كي ديري هذاك حامي صاي يطلقها لك بين يديك ما تستحقيش تدلكي بزاف. دونك غادي غير شويه ندلكها غير شويه كما راكم تشوفوا، غير دلكات خفيف. هنا راها بين يديك تحسيها حاميه وطالقه روحها صاي كيما راها هكا. غادي نقسمها على 5 قطع، هذا لا درت الكيلو، المهم غير باش تقسمي على روحك الخدمه صاي. وغادي نبدو نحلوها غليظه كيما راكم تشوفوا كلشي راه باين في الفيديو، غليظه غير باش نديروا لها
تجي فويتي، نديرو هذوك الطيات كما راكم تشوفوا، نديروها كي المسمنه. هذه تخلي العجينه فويتي، وتانيك كي غادي نقطعوها نقعدو نخدمو نقصوا على رواحنا لي شوت خساره لاباط. دونك غادي نقسموها مربعات، يجوا لي شوت غير قلال هذوك اللي تقلعيهم. لي شوت ما غاديش تقيسيهم بيان سور، مي يدولك وقت كي تخلي العجينه تعاود تريح تطلق روحها عارك باش تقدي تخدمي بها. دونك من الاولى نقللوا على رواحنا لي شوت. كي نديروا هذه الطريقه تورق لنا العجينه وتزيد نقللوا لي شوت ونسهلوا روحنا الخدمه. دوك تفهموا كيفاش. المهم انا درتها هكاك كي المسمنات كما راكم تشوفوا، شغل نطوها على 4 غليظه شويه كما راكم تشوفوا، ونديروها في ساشي. سورتو الساشي ما نقلعوش العجينه من الساشي، غير اللي نخدموا بها اللي نقلعوها باش ما تنشفناش العجينه. راكم تشوفوا راها سوبل سهله، مازال هنا كاع ما درتهاش ترتاح. وما نجروش العجينه تاعنا، ماكسيموم 300 مليلتر تاع مازهر. نخلوها ترتاح واحد 15 دقيقه. هنا فاتت 15 دقيقه. غادي نورق كما راكم تشوفوا، ماشي بزاف تاني، غير شويه نحل هذاك المربع ونقعدوا نسيو نخلوه مربع باش كي نقطعوا يجونا مربعات. ديروا مربعات هكا كما بغيتوا. غادي نورقوهم هادو غير باش نسهلوا على رواحنا الخدمه. كاع هذه العجينه غادي نديروها بنفس الطريقه، ونقعدوا نجبدوا غير بالمربع الواحد، نورقوه ونصنعوه. كي نكملوا نزيدوا توجور العجين تاعنا في الساشي في البلاستيك كما راكم تشوفوا. نديروهم هكا مربعات ولا مستطيلات قد اللي بغيتوا العجينات تخدموها. هكا نسهلوا على روحنا الخدمه. ولي شوت نقتصدوا لي شوت هذوك، ما نقعدوش نديروا لي شوت بزاف. كما بغيتوا مربعات كبار صغار، المهم لي يدكم تكون خفيفه عليه. حاولوا تسقدوا مربع نيشان، قد ما سقدتوا المربع نيشان قد ما كان لي شوت قلال. لي شوت يعاودوا يتخدموا، غير هي تخليهم يرتاحوا ما ينطلقولكش هكا، خصهم يعاودوا ترتاح العجينه باش تولي تخدمي. غادي يخرجوا لك شويه لي شوت، تخلي تكملي تعاودي ديريهم. هذه هي دروك غادي صاي ما غاديش نزيدو نخلوها ترتاح، راها طالقه روحها. غادي نقطبوا المربع مربع ونحلوه بالوراق. الا حليتي بالوراق بزاف غادي ديري ديريكت في نيميرو 3 الجهه الرقيقه. انا درت فيه 4 وعاود درت في 3. هنا الماشينه تاعي تنقص 1 هو الرقيق كاع. وها هي قدامكم العجينه. غادي نقلعوا لي شوت غير هادوك هكا، غادي يجينا مستطيل نيشان غير شويه دوك لي شوت اللي يكونوا دايرين. غادي نقصوا هنايا. راني درت لكم غير بشويه الاخر، ما خففت لكمش الفيديو باش تشوفوا. الخامسه نقطعوا. والله حاولت نقرب وحاولت ندير المستحيل تاعي باش تفهموا الطريقه. 1 2 3 4 الخامسه نقطع. غادي نبدا معكم ونشوفوا. غادي هنايا بدلت لكم شحال من بوزيسيون تاع الكاميرا باش تقدروا تشوفوا. هنايا شفت بلي ما راكمش باينت لكم. ها هي فيها 5. نقلبوا الاول مع الثالث هكا، نقلبوها ليه، نخلو هذاك الزاوج نجبدوه. نعاودوا هذوك زوج نديروهم مع الخامس، يبقى تماك الاول الزاوج والرابع وحدهم نديروهم 2 على 3 ونجبدوا. كي تجبدي غادي تلقي يبانوا لك هادو 2 قنوته يكونوا واضحين هكا. كي تجبدي يبانوا لك مره اولى. لصقوهم مع بعض مليح ونسقدوا هادوك 2 منا و3 منا، وديك العقده اللي درناها في الوسط غادي تجي كي الورده. هذا الا بغيتو ديروا هذه التشبيكه، سينون ديروا التشبيكه اللي بغيتو، صافا غاستي لو ميم غو و ميم بات. ها هما 5 نقطبوا الاولى، العود الاول، المطرق الاول الكراع الاول كما بغيتو تسموه، مع الثالث، ونجبدوا هذوك نوخروه على جهه. نعاودوا هنا بلا ما نقلبوا نقطبوا دوك 2 اللي درناهم مع بعض نديروهم مع الخامس. وهذوك 2 اللي بقاو لنا 2 درعين اللي بقاو لنا نشدوهم نجبدوا. غادي يبانوا لكم هذوك القنوته كما راكم تشوفوا. لصقوهم مليح مليح باش ما ينحلوش، ونجبدوهم هاك ونحطوا نلقوا دوك 2 قنوته منا ومنا نزيروهم. كي تكون عجينه طويله بزاف نقصوها. وها هي الحبه تاعنا. المهم غادي نزيد معكم شحال من حبه باش تفهموا. هاو طلعت لكم الكاميرا هنا باش تشوفوا. ها هي
الاولى مع الثالثه، عاود دوك زوج نديروهم مع الخامسه، نجبدو غادي يبانوا لنا القنوته هذاك هذاك نزيرو مليح ونحطوها وتكتبوا دوك القنوته تزيروهم. ها هي حبه الشباكيه تاعنا. غادي نعاود معكم، ها 1 2 3 4 5 ونقطعوا في الخامس. والله كنت باغيه ما نطولش الفيديو، مي كان خاص باش تشوفوا التشبيكه اللي تبغي هذه التشبيكه. هنا نحلوهم الاولى مع الثالثه، نخلو هذيك مجبوده. هادوك زوج بلا ما نقلبوا دروك نديروهم مع الخامسه، نجبدوا هادوك زوج يبانوا لنا القنوته الوسطانيين كيما هاك، ونخلو القنت تاع منا ومنا نقرصوهم. وها هي الشباكيه تاعنا. نزيد معاكم واحده، ها هما نحلوهم الاولى مع الثالثه، تبقى لنا وحده نقلبوها فوقها. دروك هنا بلا ما نقلبوا دوك زوج نديروهم فوق الخامسه. غادي نجبدوا لنا زوج على جهه، نجبدوا 3 من وزوج من. كي تجبدوهم غادي يبانوا لكم دوك القنوته ما طايشين، تلصقوهم ها هما وتقرصي منا ومنا. هذه هي التشبيكه تاعنا. غادي نزيد معكم واحده اخرى، نحلوا هذوك 5 العيدان. الاولى نقلبوها فوق الثالثه، عاود دوك زوج اللي درناهم مع بعض نحطوهم فوق الخامسه ما نقلبوهمش، ونجبدوا تبانوا لكم زوج قنوته من التحت تلصقوهم. غادي تحصلوا على هذا الشكل، تقرصي منا ومنا. هذه هي التشبيكه. جيسبر تكونوا فهمتوا غايه. غادي نكمل الكميه تاعي تاع الشباكيه اللي ها هي قدامكم. راكم شفتوها هي بروحها تكون مارون كلير بهذاك القرفه والتعطيره اللي فيها كما راكم تشوفوا. الجلجلان واللوز هنايا ديري الزيت تاعك، خلوه يحمى مليح ويكون غايه الزيت، ما ديريش غير شويه، ودسيه للمقرود ولا. والعسل تاعنا خص يكون، نصيحه يكون كيما هكاك عاقد، تجي شابه الشباكيه. ها هو نحطوا القريوش تاعنا يكون شاد روحه حتى تكملي باش تبداي يكون شاد روحه، لا فورم تاعه تكون دايره. غير تحطي نقصي للغاز، ما تخليش زايد، خصها يكون حامي ومن بعد نقصي. هنا تقولي تقلبي حتى يدي هذا اللون. نبدو نقطرو قطري مليح 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 الزيت تاعك، وديري في العسل على خاطرش الا خلينا الزيت ما غاديش يبدا يحكم فيها العسل. ونزيدو نديرو القريوش تاعنا ولا الشباكيه تاعنا بنفس الطريقه، يكون الزيت حامي ونعاودو نقصو، تبدا تطلع تنتفخ كما راكم تشوفوا. هنا العسل في الاولى يكون بارد، دائما العسل غادي يكون بارد كي تكون حاميه. في الخطره الاولى هنايا غادي نبدو نديرو فوقها باش ما تكسروهاش، تكون فراجيل، ديرو فوقها تتهود. وفي الخطره الزاوجه اللي غادي ديروا القريوش الاخر اللي راهي نقله غادي يكون حامي الزيت، هذا تكون حماته هذا الشباكيه الاولى. غادي تبدو تجيكم سهله في التعسال. المهم في الاول قعدوا غير تكبوا فوقها حتى تهود التحت باش ما نقردوهاش، ما نقعدوش ندكوا فيها التحت. وها هي الشباكيه تاعنا وجدت. كي تعسليها ديري الجلجلان تاعك محمص كما راكي تشوفي، تجي شابه بنينه. هذيك التعطيره اللي فيها هذاك تاع اللوز والجلجلان والقرفه هذا النافع يعطي واحد البنه ما تامنيش عقلك، خاصك تجربيها. ان شاء الله توفقوا في التحضير تاعها. لابد ان نقسم معكم وحده باش تشوفوا كيفاش تجي. تجي تذوب في الفم. المهم بالصحة والراحة، نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.